واخيرا داكشي اللي كانوا باغينو مكانسه اخيرا اليوم تحقق، اللي هو اقاله المدرب الهاوي بن سلطان. صراحه هاد الاقاله كنا منتظرينها من الماتشات الاولى. انا ديما في الفيديوهات ديالي كنت كندوي على الطريقه اللي كان تيلعب بها بن سلطان، اللي هي بلوك با، مدرب محدود تكتيكيا. خليكم معايا في هذا الفيديو الدراري باش ندويو في هذا الموضوع هذا. حاجه وحده، الا اول مره كتشوف خوك المكناسي وكيعجبك المحتوى ديالي، خلي لي واحد الابوني، خلي لي واحد اللايك، وما تنساليش واحد الكومونتير. ومرحبا بك مع خوك المكناسي، خليكم مع الفيديو. الدراري عندي اخبار حصريه حول المدرب اللي غادي يتولى تدريب النادي المكناسي. بالنسبه خوتي لهذا الفيديو هذا كنديرو في الليل، غتشوفوا يعني العينين ديالي طافين في الناس، ولكن ما بغيش نبخل على خوتي مكانسه. هادشي علاش نتمنى انكم تخليو لي الماكسيموم ديال التفاعل على هذا الفيديو هذا. بالنسبه للمعلومات ديال المدرب اللي سبق لي ذكرت لكم، غادي يكون على لسان المدير الرياضي ديال النادي المكناسي، واللي اول مره عبر قناه المكناسي في اليوتيوب. بالنسبه للدراري اللي حصلنا عليها مع المدرب التونسي بن سلطان، هو من اصل 12 مباراه، فزنا في 3 المباريات، تعادلنا في 5 المباريات، وخسرنا في 4 ديال المباريات. عدد النقاط اللي خديناهم هو 14 نقطه، واحتلينا المركز 14 على مستوى البطوله المغربيه. صراحه نتائج جد ضعيفه لهذا المدرب هذا، والتفكير ديالو التكتيكي كان جد محدود، كيلعب بتفكير واحد اللي هو البلوك با، رغم انه شاف بلا ان التفكير التكتيكي ما كان صائب مع التوليفه ديال النادي المكناسي، لكنه تمادى في الخطا ديالو وكمل بهذا التكتيك هذا، وكانت نتائج جد ضعيفه للنادي المكناسي مع هذا المدرب هذا. بالنسبه للدراري المعلومات اللي قلت لكم يعني غادي يعطيهم لكم المدير الرياضي في واحد المقطع صوتي، غادي نخليه لكم دابا الدراري، وكذلك المدير الرياضي غادي يذكر الاسباب اللي خلى على انهم يفسخوا العقد مع المدرب الحالي بن سلطان. خليكم على المقطع الصوتي الدراري. واسباب يعني كاين واحد اتفق على انه يعني فريق النادي المكناسي يفسخ العقد مع السي عبد الحي بن سلطان، وراه يعني في صدد دراسات واحد مجموعه الملفات اللي غادي يختاروا منها في هذه الايام المقبله المدرب اللي غادي يشرف على الفريق فيما تبقى في البطولات هذا الموسم ان شاء الله. طيب الاقاله جات عن تراضي، يعني اسباب الاقاله واش تعود الى تراكم او لا تذبذب بالنتائج، ولا كيفاش يعني جاء قرار الاقاله؟ و يعني الاقاله جات كاين نتائج اللي هي ما وصلناش للطموحات ديال الفريق النادي المكناسي والعمل والنوعيه ديال اللاعبين اللي كاينين. يعني كنا كننتظروا يعني نتائج ايجابيه افضل. سأل مكتب المسير على انه يعني يدير حد يعني المسيره ديال السي عبد الحي بن سلطان مع الفريق، والامور مشات بسلاسه ويعني بواحد السهوله، يعني ما تاخرناش في فسخ العقد. طيب اليوم تنشوفوا اقاله ديال المدرب التونسي، ربما استشرافات المدرب المقبل هل سيكون ربما هو ايضا اجنبي او لا سيكون اطار وطني، او ربما يكون احد لاعبي قدماء النادي المكناسي؟ اول اطار غادي يكون مغربي حاصل على دبلومات اللي كتخول له بانه يدرب فريق من حجم النادي المكناسي، ويكون عنده خصوصيات على انه يكون يعني على علم وعلى درايه بالبطولات القسم الوطني الاول، وفات يعني مارس في هذا لا ديفيزيون، يعني ويكون عنده معرفه لكره القدم والفرق المنافسه لفريق النادي المكناسي. طيب اخر سؤال اللي غادي نختموا به وتنشكرك السي عبد الحي اللاميني، هو شكون غادي يعني يتكلف بالفريق النادي المكناسي خلال هذه الفتره في انتظار انه يكون هناك شكون غادي يتكلف يعني بتدريب النادي المكناسي، ولا شكون اللي غيشرف على التدريب ديالو في انتظار ان يعني يلتحق المدرب الجديد ويكون توقيع العقد؟ والفريق راه يعني كيكمل، يعني راه المدرب كان عنده ان ستاف اللي مكون من السي مصطفى الزهراوي وادريس الصويات والسي زهير العروبي، يعني راه ماشي مدرب وحده اللي كيدرب، يعني هما غادي يسهروا على تدريب الفريق في الى حدود هي الالتحاق والتفاهم مع احد الاطر الوطنيه للاشراف على العارضه الفنيه للفريق. الدراري هنا غادي ننتهيو الفيديو ديالنا.
نتمنى على انكم يعجبكم الفيديو ديال خوكم المكناسي، ونتمنى على انكم تفاعلوا لي الدراري بزر اللايك، وما تنساوليش الابوني، وما تنساوليش شي كومونتير اخوتي على الفيديو، وتحياتي لكاع مكانسه فين ما كانوا.